هو احنا بجد كجمهور النادي الاهلي وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نهد الفرقه اصلا، وعايزين نهد المدير الفني واللعيبه قبل اصلا ما يبداوا معانا الموسم، او قبل ما يبداوا معانا المرحله اللي هم جايين عشانها. يعني انت النهارده بتهد في مدير فني لسه تاني مباراه رسميه ليه مع الفريق. يعني هو لعب مباراتين مع الفريق رسميه، لعب قدام انتر ميامي طبعا بوجود ميسي وسواريز وبوسكيتس وكل الناس دي، وقدرت ان انت تلعب معاهم جيم كبير قوي، وقدرت انت تتعادل معاهم، او هم اللي خرجوا قدامك بتعادل، عشان انت ضيعت فرص كتير قوي كانت ممكن ان هي تكسبك المباراه. لعبت قدام بالميراس، لعبت شوط كبير قوي قدامهم، وقدرت ان انت تحجمهم طول الشوط الاول وما يقدروش يعملوا معاك حاجه، وطول الشوط الاول وانت اللي مستحوذ على الملعب وانت اللي ماشي رتم المباراه زي ما انت عايز، وقدرت ان انت تحجم خطورتهم عليك. وبرضه طالعين عمالين نقطع في المدير الفني. طب انت ليه ما بتتكلمش على اللعيبه اللي هي طلعت متخاذله معاك، وممكن تكون اصلا ما نفذتش تعليمات المدير الفني بتاعها ان هي تقدم الواجبات اللي هو مديها لها في الملعب؟ ليه ما لومتش على الاداره ان هي تجيب مدير فني بدري شويه، بحيث ان هو يلحق يتأقلم على اللعيبه، ويلحق يلعب معاهم مباريات، ويلحق ان هو يفرض اسلوبه على اللعب بتاع الفرقه؟ ليه ما لومتش على الاداره، وليه ما لومتش على اللعيبه المتخاذله بالنسبه لك زي محمد هاني، زي تريزيجيه، زي وسام ابو علي؟ اللعيبه دي انت كنت متوقع ان انت تشوف منها شكل احسن من كده بكتير جدا. انت كنت مستني من اللعيبه دي اكتر من كده في وجود مدير فني جديد. انت المدير الفني ده لسه جاي للفرقه، ما لعبش غير مباراتين رسميتين. انت بتتكلم في ايه بقى دلوقتي؟ بتتكلم ان الاهلي ملوش شكل، وانت عايز الراجل يصنع لك شكل امتى؟ لما هو معاه 4 لعيبه في الملعب، لسه جاي على الفرقه جديد. انت بتتكلم في حمدي فتحي لسه جاي، بن رمضان، تريزيجيه، زيزو، 4 لعيبه في الخط الهجومي بتاع الفرقه لسه اول مره يلعبوا مع بعض، اول مباراتين رسميتين. فانت بتلوم على الراجل في ايه؟ انا مش معاك ان احنا نلوم على الراجل دلوقتي خالص. واحنا قبل البطولة كجماهير النادي الاهلي قلنا احنا مش مستنيين حاجة من الراجل، لان الراجل لسه جاي والوقت قصير جدا على بطولة كاس العالم، وانت ملحقتش تنظم له اي مباريات ودية، وكلنا عارفين ان المباراة الودية غير المباراة الرسمية تماما. وانت بتلعب مع ليفل قوي جدا في كاس العالم للأندية. انت بتلعب مع فرق امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، وبتلعب مع فرق كبيره، فرق تقدر ان هي تنافس الناس التانية، الناس بتاعت اوروبا. انت عندك بوتافوجو قدر ان هو يكسب باريس سان جيرمان اللي واخد دوري ابطال اوروبا. يعني انا لو انا مشيت بالمنطق اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، اللي هو بتاع ان المدير الفني ده مش نافع مع الفرق، والمدير الفني ده لا يصلح لقيادة النادي الاهلي، ولو انت عايز تمشي على الطريق الصحيح لازم تمشي المدير الفني ده دلوقتي وتجيب مدير فني غيره. كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه، ما هو انت ما بتلعبش في الليفل ده طولة السنين اللي فاتت عشان تقدر انت تحكم على الراجل. انت عندك مين مدير فني يجي الاهلي قدر ان هو يقدم اكبر من كده بكتير، وقدر ان هو يقدم مستوى اكبر من كده في بطولة كاس العالم؟ لا، انت كل بطولة كاس عالم كانت اسهل من كده بالنسبة لك، واقصى حاجة وصلنا لها كانت برونزية. فانت ما تلومش على الراجل دلوقتي، وما تحكمش على الراجل دلوقتي من مجرد ان انت شفته بمباراتين. المباراتين اقوى من بعض. كلنا شفنا انتر ميامي اللي الاهلي عمل عليها جيم كبير جدا، عملت ايه مع بورتو؟ كسبتها 2-1، مع ان كان من مصلحتنا ان بورتو تكسب المباراة. وانتر ميامي عملت جيم كبير جدا على بورتو وقدرت ان هي تكسبها. دي انتر ميامي اللي الناس كلها شافتها ضعيفة قدام الاهلي، بس بجد ان الاهلي هو اللي كان احسن بكتير، عشان كده هو طلع شكلهم وحش جدا في الملعب. فانت ازاي ما تديش الراجل حقه؟ يا عم مش بقولك اديله حقه، بقولك ان انت ما تحكمش عليه دلوقتي، لان لسه الوقت قصير ان انت تحكم على مدير فني ان هو هينجح او لا. انت بتطالب ان ازاي الاداره ما جابتش جوميز. طب انت ايه ضمنك ان جوميز كان ينفع في البطوله دي برضه؟ ما هو جوميز اكبر حاجه حققها كان حقق مع الزمالك ايه؟ الكونفدراليه. وهي بطوله الكونفدراليه دي ايه يا جدعان؟ ده بطوله عاديه جدا، لما انت بتلعب في مستوى تاني، والراجل ما كانش معاه نجوم في الفرقه غير زيزو. انما انت بتتعامل مع كوكبه نجوم دلوقتي في النادي الاهلي، فانت حرام ان انت تدي الفرقه دي وهي لسه بتتبني اصلا مع مدير فني جديد. لو احنا مشينا بالمنطق ده، على كده ريال مدريد كانت تقيل تشابي الونسو بعد مباراه الهلال على طول.
يعني كان تشابي الونسو ده يمشي من الريال بعد مباراة الهلال. ازاي فرقة بحجم ريال مدريد توصل للمستوى ده قدام الهلال السعودي؟ مع احترامي طبعا للهلال السعودي، فرقة كبيرة جدا وعامل جيم كبير جدا قدام ريال مدريد. بس احنا لو مشينا بمنطق ان المدير الفني لازم يصنع الفرق من اول مباراة، لا مفيش كده في الكورة تماما. والكورة ما فيهاش المنطق ده خالص. لازم المدرب ياخد وقته. انت كنت بتلعب باسلوب مع كولر غير اللي الراجل عايز ينفذه مع الفرقة الفترة دي. انت داخل عليك لعيبة جديدة. اصابة امام عاشور برضو ليها جزء كبير وعامل كبير ان اداء الفريق اتغير. انت بقالك من ساعه ما الراجل جه وهو بيمرن الفرقه ان امام عاشور موجود وبن رمضان موجود، وشفنا الكلام ده في مباراه انتر ميامي ان الراجل بدأ بالاتنين في الملعب. فكون ان الراجل يتصاب منك فانت خسرت عنصر كان الراجل هيعتمد عليه الفتره اللي جايه او في الثلاث ماتشات على الاقل. الراجل هيعتمد على بن رمضان وهيعتمد على امام عاشور. بس انت عندك جبهه يعتبر ميته في النادي الاهلي، هي الجبهه اليمين. انت زيزو كان بيلعب ناحيه اليمين في مباراه بالميراس في الشوط الاول، في اول ربع ساعه كان فاتح الجبهه اليمين. مفيش اي امدادات بتوصل للجبهه دي، ومحمد هاني ميت يا جدعان، ميت. مفيش اي حاجه بيعملها صح في الملعب. لا تحرك، لا تمركز، لا بساط، لا تغطيه، لا اي حاجه. فالجبهه دي ماتت بالنسبه لك، وكنت انت ماسك ومستحوذ على الشوط الاول حوالي تلت ساعه. بالميراس مش عارف يعمل معاك حاجه. لعند ما بدأ نص الملعب يتمسك منك، لقينا زيزو يجي من على الطرف بدأ يدخل لنص الملعب، بدأ يدخل للعمق عشان تعمل كثافة عددية في نص الملعب، وتبدأ ان انت تمسك كرة تاني بعد ما الكرة اتاخدت منك. عندك الجبهة الشمال الاهلي بيعتمد عليها بشكل كبير. ليه؟ لان انت عندك يحيى عطية الله، الراجل بيأدي المهام الهجومية بشكل كويس جدا. عندك بن رمضان بيميل معاهم، عندك تريزيجيه، ولما نزل بن شرقي في الشوط الثاني طبعا عمل فرق كبير جدا. فانت عندك جبهه قويه اهي، وعندك جبهه فيها محمد هاني وقدام زيزو وحمدي فتحي لما بضم معاهم ما بيعملش معاهم اي حاجه. فانت طبيعي ان الجبهه دي تبقى ميته، طبيعي جدا. عندك يحيى عطية الله بيروح داخل في القلب، يروح زيزو فاتح على الطرف او بالرمضان، وبتبدا تشكل جبهه وتبدا تطلع بالكره عليهم. الكلام ده ما بيحصلش الناحيه التانيه. فانت عندك لسه ضعف في العناصر. عندك لسه الراجل بيبدا يتعرف على اللعيبه. الناس اللي بتتكلم ليه الراجل دخل حسين الشحات ودخل قفشه في المباراه امبارح، ما هو الراجل ما عندوش حلول هجوميه غيرهم بره. هينزل مين؟ عندك طاهر كان معاك واتصاب، عندك امام كان معاك واتصاب. هتنزل مين يلعب في الناحيه الهجوميه؟ وبن شرقي انت نزلته، وجراديشار نزلته. خلاص ما بقاش معاك حلول هجوميه في المباراه غير هما الاثنين دول. والراجل راح قلبها ثلاثه ورا محمد هاني وبيكهام وياسر ابراهيم، وراح مطير بقى حسين الشحات، وراح مطير زيزو، وبدا يلعب ببن شرقي وجراديشار قدام. ما خلاص انت لازم تفتح الملعب على الاقل ان انت كنت تحرز جون عشان خاطر يسهل عليك المهمه في المباراه بتاعت بورتو. هي المهمه اتصعبت بس لسه موجوده. واحنا متعودين ان احنا بندعم الفرقه لعند اخر لحظه. انا لسه معايا وقت ولسه معايا مباراه، والمباراه دي ممكن ان هي تاهلني لدور ال 16. فانا بهد في الفرقه ليه؟ انا دوري دلوقتي كجمهور ان انا ادعم الفرقه لعند ما نخلص مباراه بورتو ونشوف الدنيا هترسى على ايه. انت عندك لو انتر ميامي خسر 2-0 وانت كسبت 2-0، انت هتصعد مباشره مكان انتر ميامي. فانت لسه الفرصه متاحه بالنسبه لك. يبقى ما تهدش الفرقه. استنى الراجل لما يخلص بطولة كأس العالم، شوف هو محتاج مين معاه يكمل، ومحتاج مين من اللعيبة القديمة ان هي تمشي. ما انت برضه لازم تديله وقت ولازم تديله فرصته. انت فايلر لما جالك امتى؟ كولر لما جالك امتى؟ الناس دي خدت فترة اعداد عشان خاطر تدخل تعمل الشكل ده معاك في الفرقة. مفيش غير موسيماني هو اللي يجي في فترة استثنائية وكمل معاك وخد معاك بطولة دوري الأبطال، وكلنا عارفين بقية مسيرة موسيماني. فلا يا جدعان، احنا كجمهور الاهلي احنا ما فيناش الحته اللي احنا نهد الفرقه وهي لسه في بدايه مشوارها. ما تقوليش ده سواريش جديد ولا كل الكلام ده. الراجل لسه بيتعرف على اللعيبه، لسه هيفرض اسلوب لعبه، لسه بيشكل تشكيل. اصلا هو لسه الراجل ما حطش تشكيل اساسي يعتمد عليه بنسبه كبيره.
فاحنا ندي الراجل وقته ونديله فرصته. انت مستعجل على ايه؟ انت داخل قبل كاس العالم، انت سقف طموحاتك عالي. يعني احنا كجماهير سقف طموحاتنا عالي ليه؟ لان احنا عندنا سكواد قوي جدا. فاحنا بناء على السكواد القوي اللي موجود معانا، احنا سقف طموحاتنا عالي ان احنا نعدي دور ال 16 ونكمل لأبعد نقطة ممكنة. كلام منطقي وكلام جميل. بس هل السكواد ده معاك من بدري؟ هل المدير الفني ده معاك من بدري؟ هل قدر ان هو يشتغل مع اللعيبة؟ هل انت عارف اللعيبة قادرة ان هي تنفذ تعليمات المدير الفني في الملعب او لا؟ كل الكلام ده احنا مش عارفينه ومش بنشوفه. فاحنا صعب ان احنا نحكم دلوقتي. سقف طموحاتنا عالي بس وقت ما الفرقة ما تقدرش ان هي تحقق السقف اللي احنا بصله، ما نقولش لا ده الفرقة فشلت. لا، احنا من الاول عارفين ان الراجل ده مش اختبار حقيقي بالنسبة له. هو اختبار ان هو يظهر لك امكانياته بس مش بنسبة 100%. انت بتاخد فكرة عن الراجل، والفكرة اللي انا خدتها عن الراجل ده ان الراجل ده جريء وبينزل عايز يفرض اسلوبه على اي حد، لان هو عارف ان هو بيدرب النادي الاهلي ومعاه كواليتي لعيبة عالي. بس يمكن الحتة البدنية بتخوننا شوية، عشان خاطر انت بتنزل الشوط الاول بتعمل جيم عالي قوي، وبتيجي الشوط التاني اللعيبه بتنزل همدانه، اللعيبه البدني بتاعها واقع، التركيز مفيش. فبناء على كده انت بتنزل الشوط التاني مش شايف. وده حصل قدام انتر ميامي وده حصل قدام بالميراس. عشان كده لبست جونين اول ما نزلت مباراه بالميراس الشوط التاني. كوره من ضربه ثابته ملهاش اي صنف اللازمه، الكوره على الخط اصلا ما فيهاش اي خطوره. الكابتن محمد هاني يعمل فاول تتلعب، تتحط جنب الخطا عن طريق وسام ابو علي. الكوره التانيه تتلعب غلط من زيزو. عشان بس احنا بنحمل المدير الفني كل حاجه وما نبصش، مش بنبص على اخطاء اللعيبه في الملعب. الكوره سهله قوي ان الدفاع يطلعها. الكوره كانت فاول لينا على حدود المنطقه، ابعد شويه ما تتشطش، هي تتعرض. فزيزو لعبها بشكل وحش قوي، فالكره اتردت علينا هجمه مرتده. هاني زايد قوي المفروض ان هو بيغطي مع مروان عطيه في نص الملعب بتاعنا، اتنين يبقوا واقفين مأمنين عشان السنتر باكات بتوعنا بيزيدوا. يجي هاني زايد وسايب مساحه كبيره قوي بينه وبين مروان عشان الكره تتلعب عليك هجمه مرتده من 4 لمسات، توصل الراجل انفراد. هاني بدل ما يكمل مع الراجل ويعطل الراجل او يضايقه عشان ما يشوطش الكرة وهو مرتاح كده، لا راح باع نفسه وراح رمى نفسه على الكرة على امل ان هو يزقها من قدام الراجل. وحتى لو زقها كان برضه هيسهلها عليه. هو باع نفسه بمعنى الكلمة عشان الكرة الراجل ياخدها ويحطها بمنتهى السهولة جوه. فانت بتلوم على المدرب ان هو ما طلعش محمد هاني. طب محمد هاني ما طلعش ليه؟ طب ما عمر كمال نزل لك في ماتش باتشوكا الودي، الراجل لعب ربع ساعة ولا تلت ساعة والراجل تعب منك وما قدرش ان هو يكمل المباراة. الراجل وشه احمر، معرفش ضغطه عالي ولا وطي ولا ايه اللي حصل له، والراجل وقع منك. نفترض ان حصل كده في مباراة معالي قدام لعيبة عالية قوي زي كده ومباراة رسمية مش ودية، انت هيبقى وضعك ايه ساعتها؟ وكانت اخر تبديلة، الراجل عمل 4 تبديلات بعد ما المباراة وقفت عشان الجو. وعايزك تعمل حساب ان انت بتلعب في طقس مناخي لا يصلح للعب كرة القدم اصلا. انت بتتكلم في ايه بنتكلم في ايه يا جدعان؟ احنا مش نقنع نفسنا بالغلط ونمشي وراه، مش عايزين نمشي في السكة دي عشان مش نهد الفرقة اللي انت بنيتها بأعلى كواليتي موجود عندك. يعني انت عندك لعيبة عالية لسه محتاج تدعيمات ولسه قدامك فترة تعاقدات جاية، فأكيد الإدارة هتدعم، وأكيد الإدارة في لعيبة هتمشي مش هتكمل معاك. فاحنا مش عايزين نخش في حتة هدم وحتة فقدان ثقة في الجهاز الفني وفي اللعيبة. زي ما قلت لك احنا سقف طموحاتنا عالي عشان خاطر معانا سكواد قوي. بس مش معنى ان سقف طموحاتي يعلى ان انا عشان سقف طموحاتي ده ما تحققش ان انا اوقع الفرقة دي او اوقع المدير الفني او كل الكلام ده. مش عايز اوصل للحتة دي ومش عايز اوصل للمرحلة دي. ده اللي كنت عايز اقوله بخصوص المرحلة اللي فيها النادي الاهلي. قول لي رأيك في التعليقات ايه. معلش انا متنرفز شوية لان ردود الفعل ردود الفعل غريبة بالنسبة لي، مش ده جمهور الاهلي
اللي انا معاك ان احنا الاهلي واحنا بننافس على اي بطوله بنخشها، بس احنا بنقدر الظروف اللي احنا موجودين فيها كويس قوي، وبنعرف احنا مفروض نوصل لايه، ومفروض اللي متاح حاليا هيوصلنا فين. هي كانت تاخر من الاداره من الاول، وده اللي وصلنا لكده. يعني انت كولر كان المفروض يمشي من زمان، كنت المفروض تفكر في مدير فني كويس وتجيبه حتى يشتغل مع الفرقة من بدري ويعرف الفرقة دي من بدري. بس ده اللي كنت عايز اقوله يعني بخصوص الاهلي حاليا والوضع الحالي لفرقة النادي الاهلي، والمباراة بتاعت بالميراس اللي احنا خسرناها. لسه قدامنا امل، عايزين نتمسك لو 1%، نتمسك بيه، نعمل اللي علينا، ننزل قدام بورتو لعيبة رجالة تقدر ان هي تحقق نتيجة ايجابية، وربك اللي هو عايزه هو اللي هيكون. والسلام عليكم.